انا عندي سؤال لكل زملكاوي واهلاوي بيتابع اللي بيحصل في نادي الزمالك. احنا فعلا عندنا مؤامره ولا احنا بنهرب من مواجهه الحقيقه؟ لان اسهل حاجه دلوقتي اننا نقول جون ادوارد السبب واللاعب ده متمرد واللاعب ده حد محرضه، لكن الاصعب اننا نبقى عارفين ان احنا عندنا مشكله حقيقيه جوه النادي ومش عاوزين نعترف بيها. بص يا سيدي، عشان نكون حقانيين وما نضحكش على بعض كزملكاويه، الزمالك عنده مشاكل حقيقيه، في ازمات ماليه، في مستحقات متاخره، في قرارات اتاخرت، وفي ملفات كان لازم تتحسم من بدري. يعني بالمختصر البيت محتاج يتظبط. لكن اللي مش منطقي بقى ان كل ما تحصل مشكله نطلع نركبها على شماعه جون ادوارد. بزيرة غاب جون ادوارد، شيكو بنزا اتاخر جون ادوارد. يا جماعه بالراحه، الراجل مشي، هو احنا نخليه مدير فني ومدير رياضي ومخرج للاحداث وهو قاعد في البيت؟ طب ما نسال السؤال الصح، مين مسؤول عن اللي بيحصل دلوقتي؟ خلينا واقعيين. لحد دلوقتي مفيش دليل ان جون ادوارد بيحرك الاحداث من بره، والاهم من كده اننا عندنا مشاكل فعليه لازم الاداره تواجهها بدل ما نقعد نخترع لها روايات. وهنا بقى السؤال، ليه الزمالك لما يقع في ازمه بنقعد ندور مين السبب بدل ما نسال مين هيحلها؟ انا مش فارق معايا مين كتب ايه على السوشيال ميديا ولا مين طلع قال مؤامره، انا عايز اشوف فلوس اللعيبه اتدفعت، عايز اشوف الفريق اتجهز، وعايز اشوف اداره الزمالك تتحمل مسؤوليه قراراتها. لان اسهل حاجه في الدنيا انك تقول اصل فلان هو السبب، لكن الاصعب انك تقول احنا غلطنا هنا وهنصلح هنا. ودي النقطه اللي لازم نتعلمها، مش كل ازمه مؤامره، لانك طول ما انت بتدور على شماعه مش هتقدر تشوف المشكله الحقيقيه. وعشان كده انا شايف ان الزمالك مش محتاج حد يدافع عنده بالكلام، الزمالك محتاج حد يشتغل، واللي هيشتغل هنقف معاه، واللي هيغلط هنحاسبه. وعشان كده خلينا نسيب الكلام عن المؤامرات شويه ونركز في اللي يقدر يصلح الوضع فعلا. لان المفروض لو في ازمه ماليه تتحل، ولو في لاعب عنده مستحقات ياخد حقه، ولو في قرار غلط اللي خده يتحمل مسؤوليته. لكننا كل يوم نصحى على روايه جديده، فلان بيحرك وفلان محرض وفلان السبب، كده احنا مش بنحل الازمه، كده احنا بنغطي عليها. وفي النهايه السؤال الحقيقي، هل الزمالك مشكلته فلوس بس، ولا بيحصل دلوقتي كشف ان احنا عندنا مشكله اكبر في طريقه اداره النادي؟ يعني مستني رايكم، بس المره دي خلينا نتكلم بصراحه ومن غير شماعات ومن غير افلام.